ازيكم؟ مساء الخير. عارفين ان احنا وحشناكم، عشان كده قررنا منطولش عن كده اكتر. ان شاء الله دي هتبقى اول حلقة في سلسلة المنتخب، ولسه السلاسل جاية كتير غير دي. اسفين لو طولنا عليكم في المقدمة، ويلا بينا على الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في 21 مايو وبدون اي مقدمات فجأة احدى مداخلات على راديو اون سبورت كابتن حلمي طولان بيقول ان تم اختياري لتولي مسؤولية المنتخب اللي رايح بطولة عربية. ان اللجنة الفنية كلفتني في ان انا اتولى مسؤولية المنتخب الثاني اللي هيلعب في البطولة العربية. طبعا ساعتها حصل جدل كبير جدا بين مؤيدين ومعارضين، لدرجة ان الراجل بنفسه قرر يكشف العبث ده وقال انا تم اختياري بالصدفة. والله العظيم انا جيت بالصدفة والصدفة البحتة. وليه انت ما تقومش انت بالمهمة دي؟ لان حضرتك موجود في اللجنة. طبعا. ليه انت ما تقومش بالمهمة دي؟ فالاخوة الزملاء يا ريت واختيار يبقى كويس جدا وتمام وبتاع وكده. قال لي كده انت موجود في الاتحاد، يعني جت صدفة. والله العظيم بس صدفة. لحد هنا الموضوع يبان غريب، بس الاغرب ان ليه ما حدش سأل كابتن حسام حسن وجهازه هو ليه ما يدربش اصلا المنتخب ده، حتى لو هتلعب من غير المحترفين وربع بتوعك. عشان نعرف اجابة السؤال ده محتاجين نرجع بالزمن شوية. ايه بقى يا جماعه بقى، هو احنا ما بنصعبش عليكم؟ يعني انتوا يا جماعه احنا ما بنصعبش عليكم يا جماعه؟ لا شوية كمان. امام كل من كيم وراء ابو جبل وماني ويعلن ماني عن فوز المنتخب السنغالي. كمان الدرجات دي يا عم في ايه؟ محمد صلاح، يا رب يا صلاح، محمد صلاح وابا الله. في الفترة دي كان المهندس هنا وليدة هو اللي مسك رئاسة اتحاد الكورة. في فترته دايما كان بيتقال كلام ان هو رافض يعين كابتن حسام حسن مدرب للمنتخب. وبعدين لما استقال هو مجلسه زي ما عارفين طبعا في 2019 جه كابتن جمال علام مسك رئاسة المنتخب. خرجنا من افريقيا، اتقال ساعتها روي فيتوريا ومشى من المنتخب خالص. ساعتها ما كناش عارفين نجيب مين ولا هيعملوا ايه. وفجأة ساعتها ان تعيين كابتن حسام حسن بيتعين ويمسك المنتخب، بس اللي ما كانش يعمل حسابه ساعتها ان في نفس السنة هيحصل انتخابات لرئاسة اتحاد الكورة تاني. ولأجل حظه الحلو كابتن هنا وليدة نزل الانتخابات، وحسام حسن بذكائه المعهود هو واخوه طلعوا بتصريحات انه يا ريت ان ننتخب ناس جديدة يا جماعة وما ننتخبش ناس فشلت قبل كده وكانت موجودة وما عملتش حاجة. وطبعا ساعتها اصلا ما كانش فيه غير قائمة مهندس هنا وليدة، فالكلام اتفهم هو قصده على مين. منتخب مصر بعد ان دعا المدير الفني للمنتخب الكابتن حسام حسن سابقا بعدم انتخاب الوجوه التي ادارت الكرة المصرية في السابق، وكان بحسب تفسيرات الكثيرين يقصد المهندس هاني ابو ريدة. بص انا يعني بقفش عند الكلام الصغير، يعني انا بقفش عنده. احنا كل الدعم للمنتخب من اول ما كسبها والاشاعات بقى ظهرت عن عودة كيروش مرة تانية، قرارة حسام حسن نفسه، تفكير في كولر. بس دلوقتي هتسألوني ايه علاقة كل ده بالمنتخب التاني بتاع حلمي طولان؟ هقول لك ان الطبيعي ان كابتن حسام هو اللي يمسك المنتخب في كاس العرب زي اللي حصل مع كيروش في 2021 مثلا. بس لا، ازاي كابتن حلمي يتعين وهنعين معاه في جهازه سامي الخضري واحمد حسن؟ كان بيجي معايا عميد العالم الاصلي درجة الحرارة بقول لهم 45 يا عميد. فالعبث يكمل ويروح كابتن حسام مرخم في القايمة ومنزلها متأخر بتاعة المنتخب الأساسي، علشان ده نبذة مختصرة جدا عن ليه كابتن حسام ممسكش هو المنتخب. ان شاء الله تبقى عليها حلقة منفصلة تماما عن الحلقة دي، بس الحلقة دي مخصصة للمنتخب التاني. ألف حمد لله على السلامة وأهلا وسهلا، وصلنا أرض الضحى. نيجي نبص على القائمة نفسها، ما تتضايقش كده، للأسف دول هم أحسن الموجودين. غير المنتخب بالمدرب باللعيبة
ما ظهروش ولا اتجمعوا الا في وقت صغير جدا. لعبوا فيه 6 ماتشات ودية، كسبوا 4 وخسروا 1 وتعادلوا في 1. بس ان شاء الله احنا متفائلين وشادين حيلنا كالمعتاد وفرحانين. بالنسبة للتشكيلة المتوقعة هنلاقي غالبا علي لطفي، الونش ومرعي قدامه، كريم عراقي ويحيى زكريا يمين وشمال. في خط النص سولية ونني اكيد، ممكن قدامهم قفشة، مصطفى شلبي شمال، مصطفى سعد ميسي يمين، محمد شريف قدام. بنشوف مجموعتنا بقى نفسها بتتكون من مين. مجموعتنا 3 منتخبات آسيوية، إمارات، كويت، أردن. منتخبات آسيا كلها بتشارك بالفول تيم بتاعها، بس حتى لو انت كأسماء وتاريخ المفروض احنا أجمد وكعبين عليهم دايما. وممكن ماتش أردن هو اللي هيبقى رخم شوية. نبص بصة كده على نتائج المنتخبات اللي معانا واحدة واحدة. أول ماتش لينا هيبقى مع الكويت اللي ما تأهلتش كأس العالم، وفي آخر 10 ماتشات ليها كسبانة ماتشين بس منهم أصلا ملحق كأس العرب نفسه. فبالورقة والقلم والعقل كده الماتش ده اسهل ماتش لينا في المجموعه، واحتمال وارد جدا نخلصه سكور مرتاح لو فايقين الماتش ده. تاني ماتش ان شاء الله هيكون مع الامارات. الفرقه مش وحشه، مجانسين كتير واخر 10 ماتشات كاسبين 5. فرقه مش وحشه، بس احنا لو فايقين برضو وهنكسبهم، خصوصا ان معلوماتهم صفر جدا، لسه خاسرين ملحق كاس العالم قدام العراق في سيناريو وحش جدا، ودفاعهم ولا اسوأ الصراحه. في وجهة نظري الماتش ده ناخد 3 نقط منه مستريح جدا. تالت ماتش في المجموعة هو أرخم ماتش من وجهة نظري مع الأردن. كسبانين ماتشين بس في آخر 10 ماتشات، بس يكفيني أقولك إن هم اتأهلوا بمجموعتهم كأس العالم في آسيا، غير إن الأردن دايما ليها شخصية في بطولات المجمعة وكأس العرب بالذات. آخر كأس العرب في 2021 وصلوا دور ال8. المفاجأة إن احنا اللي خرجناهم ساعتها، فكده تعبنا عليهم. مجموعة أقل ما يقال عنها إنها رزق، وعادي جدا نتصدر فيها ب9 نقط كاملين. فيا رب نتمنى من ربنا إن اللعيبة تبقى فايقة والجهاز يبقى فايق، علشان بجد مجموعة زي دي مينفعش تضيع من تحت ايدينا. المنتخب ده حلو جدا، وإن شاء الله هيشرفنا ويعمل حاجة حلوة جدا. بس كده، يا رب تكون الحلقة عجبتكم واتبسطتم بيها بالشكل ده. حاولنا نخلينا مصداقيين شوية ونخلي الكورة كلام حرفيا، وان شاء الله مكملين في سلسلة المنتخب ورا المنتخب لحد ما نقدر كل اسبوع ننزل حلقة الدوريات والجديد وكده. متنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا ولايك كتير بقى. بس كده، السلام عليكم.